اليوم إن شاء الله غادي نعيشوا أجواء رياضية من الولايات المتحدة الأمريكية، من بوسطن بالضبط، إلى مدينة المحمدية، اللي عاشت تكريم اللاعب الممتاز والرجل الطيب سي أحمد فراس صاحب الكرة الذهبية. هذا اللقاء اللي كان مع اف سي برشلونة، واللي في الحقيقة كان عرس جميل 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 جدا، واللي غادي نطرقوا ليه، واللي غادي نتصلوا بالعزيز والصديق ديالنا ان شاء الله المراسل قناة ام تي في محارتي من المحمدية، اللي غادي يعطينا اجواء ان شاء الله، وغادي يعطينا كيف داز العرس وكيف كانت يعني الحفلة من جميع النواحي. وعاد غادي يكون معنا ان شاء الله اليوم ضيف الحلقة اللي هو الصديق عبد اللطيف نصير، اللي هو من فريق الوداد البيضاوي، اللي غادي يشارك معنا وننشطوا معاه ويعطينا الاجواء ديال الفريق الوداد وفين وصلات، والمشكل ما بين الوداد والترجي للمقابله الاخيره، واللي كنشكروه مبدئيا على حسن الضيافه، حسن الاستقبال الدعوه، وكنهنيو الفريق الوداد على الفوز بالبطوله. اذا اليوم ان شاء الله غادي نعيشوا جو رياضي، ونتمنى اننا نكونوا عند حسن ظنكم. فاللي عنده شي سؤال بالنسبه، اخواني كنقول اللي عنده شي سؤال بالنسبه لعبد اللطيف نصير، هاي خليكم. الموضوع اليوم وهو حول الوداد والترجي والمشكل اللي طرا، بغينا نعرفوا الاحداث ديالو والمشاكل، بغينا نعرفوا ان شاء الله الاحداث والمشاكل اللي نستافدوا، ونعرفوا اشنو يعني طرا في المشكل ديال الوداد والترجي مع اللاعب ديالنا ان شاء الله عبد اللطيف نصير. فقبل ما غادي نبداو هذا اللقاء، غادي ندوزو ان شاء الله لواحد المقابله اللي طرات، وهي التكريميه لسي احمد فراس، واللي غادي ان شاء الله اللي غادي يعطينا عليها المراسل ديالنا من مدينه المحمديه اشنو طرا. فقبل ما غندوزو التكريميه، نشوفوا مشكل ديال ملعب البشير. اولا واشنو طرا ليه لهذا الملعب، وكيفاش تتفتح، اللي كان كيعيش في واحد الظروف اللي هي يعني شويه مشاكل. فغادي نسمعوا لهذا الفيديو من عند رئيس المجلس البلدي، واللي هي الاخت امال صابر، اللي هي رئيسة المجلس البلدي، اللي نشوفوا اشنو طرا في هذا الملعب وندوزوا للتكريم ان شاء الله. ملعب البشير كما تشوفوا كان مغلق من قبل في عهد المجلس السابق، ما جاش هذا المجلس وغلق ملعب البشير. حنا جينا لقينا لي طرافو كامله متوقفه في الملعب، استأنفنا جددنا مع شركه كازا ايفنت الاشغال، بدات عاوتاني عمليه الانطلاق من جديد لاشغال صيانه ملعب البشير، وفعلا تمت ولله الحمد، ومازال ما كناش نشوفوها بشكل نهائي، ولكن باديه مازال. الملعب الجماعه حاليا ما استلمتش الملعب بشكل نهائي من كازا ايفنت، استلمنا استلام
كانت عندنا شروط من ضمنها تم الاتفاق مع رئيس نادي الشباب على اساس ان هذوك لي كرادا اللي قايلين للسقوط انهم يتم عمليه الهدم ديالهم باش ما يشكلوش واحد الخطوره على الوافدين على الملعب، سواء كانوا جمهور او لا موظفين او لا عمال بالملعب. فالحمد لله تم الاتفاق على هذا الامر وتم توقيع بروتوكول رسمي مع رئيس نادي الشباب من اجل انه يتكلف بهدم هذه لي كرادا قبل المقابله، ويتم اعاده بنائهم بعد المقابله ان شاء الله. المده الزمنيه ما حددناش، مازال ان شاء الله غادي نريحوا ونستأنفوا باقي الترتيبات. هاد الكرادات تم هدمهم بناء على تقرير مكتب الدراسات سواء كان عندنا ديال التأكيد لانهم كانوا تيشكلوا واحد الخطوره على سلامه المواطنين اللي غادي يولجوا الملعب. فكما تتشوف اليوم الحمد لله الملعب الداخل ديالو باقي ما كملش كاع الاشغال فيه، راه كما تشوف باقي الكراسات تيكملوا في التركيب ديالهم، الصباغه الى اخره. يعني انتم وقفتوا معنا على ان اساس الملعب ما كانش كامل، ماشي كما كانت يتم الترويج له على اساس ان الملعب كامل واغلقته الجماعه فقط لحسابات ما. احنا كمجلس ما عندناش اشكال مع الرياضات المغربيه بصفه عامه، ماشي فقط غير كره القدم او الكره الفضاليه. تندعم جميع الانديه وما عندناش فرق بين نادي ونادي ونادي. المجلس مستعد بكل مكوناته والمكتب ديالو متجند لدعم الفرق الرياضيه بمدينه المحمديه، وعلى راسها الشباب والاتحاد وباقي المدارس الكرويه المتواجده في تراب فضاله وحتى الانديه الخارج جماعه المحمديه. بالتالي ايمانا منا بالدور الاساسي اللي تتلعبه الرياضه في تخليق روح المواطن وروح الشباب، ايمانا منا بواحد المجموعه ديال العقائد اللي جينا من اجلها حاملين واحد المشعل، عندنا واحد الفكر باغيين ننطلقوا فيه لاصلاح المدينه. فملعب البشير هو جزء من هذه الاصلاحات اللي حنا نسعاو لها، سواء الاصلاح على المستوى الاداري فيه، سواء الاصلاح على المستوى الجماليه فيه واللوجيستيك ديالو يكون كامل باش يقدر يستقبل سواء كانوا جمهور رياضي فمرحبا به يستقبلوا ملعب البشير او لا لاعبين وفرق وانديه تكون ان شاء الله في المستوى. وتنشكرك السي ملعب البشير كما تشوفوا كان مغلق من قبل في عهد المجلس السابق، ما جاش هذا المجلس وغلق ملعب البشير. حنا جينا لقينا لي طرافو كامله متوقفه في الملعب، استأنفنا جددنا مع شركه كازا ايفنت الاشغال بدات عاوتاني عمليه الانطلاق من جديد الاشغال صيانه ملعب البشير، وفعلا تمت ولله الحمد ومازال ما كملتش كلها بشكل نهائي، ولكن غاديه مازال الملعب الجماعه كما كان هو التصريح. كان هذا هو التصريح إخواني أخواتي لرئيسة مجلس البلدي في هذا الموضوع. هذا هو التصريح اللي كان بالنسبة لرئيسة المجلس البلدي بمدينة المحمدية، اللي كان مشكل ديال هذا الملعب هذا، واللي هو ان شاء الله غادي نطرقوا ليه في مواضيع اخرى بحول الله. اذا غادي ندوزوا الان اخواني اخواتي الى المقابله التكريميه واللي كانت مهمه جدا لهذا اللاعب هذا اللي غادي يعطينا، وغادي نتصلوا بالاخ ديالنا والصديق اللي غادي يعطينا تفاصيل حول هذا سميتو. ولكن نشوفوا هذا الفيديو وندوزوا الاتصال مع الزميل الاخ رشيد. Giovanni Silva, Anthony Goicoechea, Julio Salinas, Anderson, Rivaldo, Miguel Soler. اللاعب في برشلونة فريق المحمدية فراس أحمد عبد الزكي حج
سي مصطفى، نايم نور الدين، عزيز بودرغانة، صلاح الدين باسير، سينا، سعيد سينا، مدرس اسماعيل، زياتين الدين، روجي مينا، تبعنا، شهاب طارق، كفو، جنبوي طارق، فاطمي هشام، مدهي ايوب، رضوان محمد، دردوري رضوان، بنبارك يونس، الحداوي مصطفى، ناصري مصطفى، ومرزاق عديان، الحضور رئيس الجامعة الملكية كرة القدم سيد فوزي القزان. عامل مدينة محمدية ورئيس السياسي البكوري. مرحبا تاني سي هشام المدغري عامل مدينة المحمدية. وكنرحبوا بسي مصطفى البكوري رئيس الجهة. الكاتب العام للعدالة المحمدية وأعضاء المجلس البلدي. فيما ديما فيما ديما فيما ديما. واليوم أجمل تيفو دار استاد بشير في المحمدية. إذا كان عرس ومقابلة شيقة إخواني أخواتي كما كتلاحظوا، واللي حضروا فيها جميع اللاعبين من المغرب الممتازين واللاعبين من جميع من برشلونة اللاعبين القدام. فكان يعني عرس كروي بمعنى الكلمة، واللي كنشكروا جميع الصحفيين والإعلاميين والأصدقاء اللي داروا هذه التغطية هذه، واللي كانت يعني في محلها. ولكن كنتمناو أن شاء الله، كنبغي نوصل واحد الرسالة إن شاء الله لوزارة السياحة، أنها هاد الرسالة لوزارة السياحة إن شاء الله باش تنتغم هاد الفرصة وتنشرها على النطاق الأوروبي، وتبين على أننا المغرب الحمد لله في السلم والسلام والتعايش. لأن ملي كيدخل عندك فريق مثل هذا وكيلعب بواحد الانطلاق وبواحد الحب وواحد النشاط، هذا كيدل على ان الحمد ولله الحمد كاين امن وامان. وكنتمنى من الوزاره انها تستغل هذه الفرصه وتاخذها للسياحه وللترويج، فهمت، باش ان شاء الله المسائل تزيد لقدام ونفتخروا باللاعبين ديالنا وبالبلاد ديالنا وبالمسؤولين ديالنا. كما كنشكر جميع الطاقات وعلى رأسها رئيس شباب المحمدية اللي تكلف بجميع المسائل ديال هذا العرس الجميل. وكنشكر السلطات المحلية اللي نظمت هذا المهرجان وهذا العرس. كما كنشكر المجلس البلدي اللي عطى مساعدة كبيرة وانطلاق في هذا، واللي فتح الملعب
البشير. إذا شكرا للجميع على هذه المبادرة إن شاء الله، واللي كنتمناو تكون في مدن أخرى في المغرب إن شاء الله بحول الله. والحمد لله عندنا طاقات واللعابة في المغرب، كاينين ناس وكاينين لعابة ممتازين إلا خصهم العناية والرعاية. هذا من جهة إخواني أخواتي. إذا غادي نتصلوا بالأخ ديالنا اللي غادي يعطينا فكرة حول كيفاش دارت المقابلة وكيفاش كانت الأجواء في ظرف 10 ديال الدقائق إن شاء الله، باش نتمناو أن نكونوا عند حسن ظنكم إخواني أخواتي. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا سي رشيد روسي، أهلا وسهلا بك. كي داير سيدي؟ إخواني أخواتي، معنا رشيد مراسل قناة MTV محارتي من المغرب من المحمدية. سي رشيد تبارك الله عليك. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وتحيه طيبه لك اخي محمد والضيف الحلقه. تبارك الله عليك سي رشيد. يمكن لك تقول لنا كيفاش كانت الاجواء، الله يخليك، اللي كنتي عايش في المقابله من البدايه للنهايه، وحاول شويه نختصروا واعطينا فكره مبدئيه كيفاش كانت الاجواء في مدينه المحمديه وبالضبط في ملعب البشير مع هاد النخبه ديال FC برشلونه واللقاء ديال التكريم ديال السي احمد فارس. تفضل. مرحبا. بالنسبه للتكريم بالامس كانت في اجواء رائعه واجواء اخويه، وكانت هناك حضور اشخاص وازنه كعامل صاحب الجلاله على مدينه المحمديه السيد هشام علوي المدغري، وكذلك حضور السيد رئيس الجهه مصطفى البكوري، وكذلك رئيس الجامعه الملكه المغربيه لكره القدم السيد الفوزي القجع، وكذلك رئيس الشباب المحمديه هشام أيتمنى. مباراة دارت بين فريقين، بين فريق اساطير فريق الشباب المحمديه واساطير فريق برشلونه، وكذلك فريق الشباب المحمديه. كيف كتعرفوا فمقابله انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما بين فريقين، عرفت حضور نجوم كبار على فريق برشلونه وفرق اللاعبين المعروفين على الصعيد العالمي كريفالتو كبيليتي كديميلسون كتوني اندرسون كابيري كنادال كمحمد نعيم، وكذلك عرف كذلك حضور مجموعه بالنخب من اللاعبين، خصوصا لاعبين فريق المنتخب المغربي سنه 1986 كعز بودربالة، وكذلك نجوم اخرين كاحمد سيلا عبد فراس واللاعب كافولي كان في ضمن فريق تشكيله الشباب المحمديه، وكذلك عرف حضور لاعبين حاليين كيلعبوا في فريق الشباب المحمديه كهشام فتيحي رضواني مترجي. يعني كانت مباراه رائعه واستعراضيه صراحه، اللي عرف تالق جمهور الشباب المحمديه، اللي عرف واحد الشعار يعني تيفو كنقولوا واحد تيفو رائع يعني تودي يعني بواحد الكيفيه رائعه. فجمهور الشباب المحمديه كان اليوم هو عرس هذا الحدث مرافقه مع احمد فراس اللي هو نجم الكره المغربيه رقم 1. اما عن سمعنا حول التذاكر اخواني اخواتي كما كتلاحظوا في الصور، وهذا الصوره ديال المراسل ديالنا اخ رشيد روسي. قول لنا الله يخليك من ناحيه التذاكر كيفاش كانت الاثمنه وكيفاش كان يعني العمل بهذه الطريقه ديال الوراق ديال التيكيتات في الملعب. المكتب المسير خذ طريقه يعني احترافيه في تدبير الشؤون هذه التذاكر، حيث ان اقر رغم ان كنت غير متفق على بالنسبه للثمن، ولكن مجمل القول ان التذاكر كانت بطريقه احترافيه، حيث خصو اماكن ديال 50 درهم اللي كان شويه عليها انتقادات كثيره، لان مجموعه من العناصر يعني اللي كيحبوا لا الشباب المحمديه ولا احمد فراس، فكانت هناك صعوبه لاقتناء هذيك التذكره ديال 50 درهم. بالنسبه لاماكن اخرى فهي عاديه، التذكره ديال 100 درهم للجهه الاخرى والجهه ديال 150 درهم، يعني كان هناك انقسامات في ناحيه الاثمنه، كان ديال 50 درهم و100 درهم و150 درهم. هناك نقاش كبير على التذكير ديال 50 درهم وحتى ديال 150 درهم، ولكن الامور على كل حال كان هناك حضور جماهيري، كان كل شيء كان متخوف على عدم حضور جمهور، ولكن احمد فارس كجوهره كاسطوره مغربيه فكل كيحبوا وكل حضر وشارك مع هذه الفرحه هذه. شكرا بارك الله فيك على هذا الفكره وعلى هذه الرساله اللي وصلتي لنا، وكنشكروك سي رشيد بارك الله فيك. اخواني اخواتي كان معنا الاخ رشيد. عندك ما
تضيف اخ رشيد؟ بالفعل هناك اشياء كثيره. تفضل. بالنسبه للتنظيم، فكانت هناك بعض الانتقادات من بعض الناس، ولكن كتبقى شكليه. يعني كان شويه ما نقولش، يعني كان هناك بعض يعني متطفلين على الميدان الرياضي اللي حاولوا ان يفسدوا هذا العرس هذا الكروي. نعم. ولكن كانت امور محكمه، لان المكتب المسير فاعطى التنظيم للشركه اللي صراحه كانت شركه رائعه في تدبير الشؤون، يعني الدخول والخروج من الملعب. فكانت هناك حراسه صارمه، وكان الامن اللي ساعد بشكل كبير في تنظيم هذه التظاهره. نعم. بحكم وجود عامل صاحب جلاله على مدينه المحمديه، فكانت امور يعني محكمه. كنشكروا كذلك السلطات المحليه اللي قامت بالواجب ديالها، وكذلك ما كانت ادنى شجار او ادنى حاجه يعني شفناها. يعني كان كلشي فرحان، كلشي نشاط. يعني كانت مباراه استعراضيه تليق بلاعب كبير كاحمد فرس. شكرا، بارك الله فيك، وكنتمنى لك الصحة والعافية، ونلتقي في فرصة أخرى أستاذي. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لكم. شكرا، بارك الله فيك. رشيد روسي من مدينة المحمدية، شكرا. كما هو الحال إخواني أخواتي، وكما سمعنا أن الأجواء الحمد لله، وفعلا كل شيء شاهد على الفيسبوك المقابلة كيفاش دازت، وعلى اللي طرحات في جميع الإعلانات المغربية وخارج المغرب. يعني كانت مقابلة رائعة وعرس الحمد لله. هذا من فضل الله، وكنتمناو السلم والسلام للفريق شباب محمدية، لأن يلا الصعود ديالها للفريق الوطني الأول، القسم الأول. فكنتمناو لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله مستقبلا. اذا هذا الموضوع هذا ان شاء الله اللي غادي يكون في تقريبا الاسبوع المقبل مع بعض الضيوف ان شاء الله، واللي غادي نطرقوا ليه وغادي نناقشوا من جميع الجوانب بحول الله. فكنتمناو الصحه وطول العمر لسي احمد فراس، ونتمنى انه يكون عندنا لقاء معه مع قناة ام تي في محارتي. إذا تبارك الله عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في قناة ام تي في محارتي. كتهزنا الطيارة من بوسطن إلى مدينة المحمدية، ومن المحمدية سننتقل إلى مدينة الدار البيضاء مع الفريق الحمراء. وفريق الوداد البيضاوي. إذن غادي نتصلوا الآن مع اللاعب عبد اللطيف نصير. إذن قبل ما ندوزوا لنصير إن شاء الله، غادي نشوفوا هذا الفيديو بما اتصلنا باللاعب عبد اللطيف. هذا هو الفيديو اللي خلى المقابلة أنها تعود مرة ثانية، والحمد لله. كما كتلاحظوا إخواني أخواتي، هذا هو الفيديو اللي خلى واللي حكمت به يعني الكاف على الترجي أن المقابلة تعود، نظرا لما كاينش التأمين وعدة نقاط اللي غادي يشرح لنا اللاعب عبد اللطيف إن شاء الله في هذا الدور هذا وهذا المقابلة.
هذا الفيديو خرج من الكاف، وهي اللي صدرت هذا الفيديو. والان غادي نتصلوا باللاعب عبد اللطيف ان شاء الله، وكنتمناو ان الاجواء تكون بخير وعلى خير والامور مزيانه معاه، ولقاو في الوقت المناسب ان شاء الله. فمرحبا اذا اخواني اخواتي في قناه ام تي في محارتي. الو، السلام عليكم. اهلا، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي داير؟ اش اخبارك؟ حاول تبعد من التلفزيون ولا من سميتو من الراديو، ولا كتفرج انت كتفرج. مرحبا، اهلا وسهلا بك في قناه ام تي في محارتي، وكنشكرك على تلبيه ديال الدعوه ديالك. شكرا، الله يحفظك، الله يحفظك. بارك الله فيك، الله يحفظك. اذا قبل ما غادي نبداو معك ان شاء الله الحوار، اعطينا دقيقه لينتهي هذا الفيديو، واللي هو كيفاش غادي نسولك عليه ان شاء الله بحول الله. هنايا كما كتلاحظوا هنا فين عطاو حسموا بنهاية المقابلة، وعلى أن المقابلة انتهت، ولكن المقابلة ما انتهتش، وعطاو الكأس للترجي، مع العلم أن اللاعب الوداد بقى في الملعب، وصار الجمهور كي يرشهم بالحجارة وبالقراعي الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا سي عبد اللطيف، كتسمعني ياك؟ تبارك الله عليك خويا، واهلا وسهلا بك ومرحبا بك في قناه ام تي في. راك على اللايف اليوم، وكنتمناو ان راك عريس عندنا اليوم. مرحبا بك. الله يحفظك، الله يحفظك. الله يطول عمرك، بارك الله فيك. كي داير الصحه؟ لاباس؟ كلشي بخيرين؟ صافا والله الا مزيان الحمد لله. الحمد لله. اذا خويا عبد اللطيف، الا جات على خاطرك يمكن لك تعطيني السيره الذاتيه ديال السي عبد اللطيف، وشكون هو عبد اللطيف للجمهور باش يعرف من هو عبد اللطيف. تفضل. الحمد لله، معهم عبد اللطيف ناصر، لاعب فريق الوداد الرياضي. اذا تبارك الله عليك، مرحبا، اهلا وسهلا بك سي عبد اللطيف. كيفاش بديتي المسيره الكرويه ديالك؟ والحمد لله المسيره الكرويه ديالي بدات هنا في مدينه المحمديه. بديت في فريق كيلعب في الكويت، هو فريق اشبال اطلس محمديه. نعم. اللي الرئيس ديالو هو احمد فراس. نعم. اذا شحال لعبتي تقريبا مع شباب محمديه؟ تقريبا مع اشبال اطلس محمديه. اشبال اطلس. نعم. لعبت معاه تقريبا شي 3 ديال المواسم. 3 ديال 3. وكيفاش يعني شنو هو السبب يعني اللي خلاك تحول؟ واش بوحدك ولا المدربين ولا كيفاش كان النقل ديالك ولا كان قبل الوداد كان شي فرقه اخرى ولا شنو طرا في هذيك المرحله؟ انا كنت من اشبال اطلس المحمديه، مشيت للمغرب فاس. المغرب الفاسي. نعم. مشيت للمغرب فاسي، مشيت تما كنت كنلعب هنا في الهوات، وقلنا فريق المغرب فاسي، ومشيت فريق المغرب فاسي. نعم. اللي لعبت فيهم تقريبا واحد 3 ديال المواسم. نعم. وجيت لفريق الفتح، لعبت فيه 1 ديال المواسم. ومن بعدها جيتي للفتح؟ من بعد جيت للفتح ورجعت للماس، عاد جيت للوداد. وكيفاش لقيتي يعني الاستقبال في الوداد؟
صراحة الاستقبال كان جميل صراحة، والأمنية ديال أي لاعب باش يلعب في فريق كالوداد، فريق اللي كبير وعنده تاريخ. فعلا 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 اخي. ولحد الان يعني دابا كتعيش انت نيت في الدار البيضاء، ساكن نيت في الدار البيضاء، ولا كتدير لا نافيت ولا شنو لا أنا ساكن مستقر في مدينة المحمدية. مستقر في مدينه المحمديه وكتمشي وتجي؟ حيت ما عنديش طريق بزاف، تقريبا عندي واحد فعلا 20 دقيقة فعلا. يعني. نعم فعلا فعلا. اخوان كيقولوا لك مرحبا بك، الناس هنا داخلين اللي داخلين معنا كيقولوا لك اهلا، ربما راك كتشوف. مرحبا بك واهلا وسهلا. اذا السي عبد اللطيف كنهنيوك وكنهنيو فريق الوداد اولا على الفوز بالبطوله. شكرا بزاف. فكيفاش كانت يعني هذا العام من ناحيه الوداد، كيفاش يعني كانت الاجواء ديالها، وكيفاش يعني كانت يعني الصراع باش توصل البطوله، كيفاش كان عندها سميتو ديالها، كيفاش كنتوا يعني مهيئين لهاد الظروف، كيفاش كانت الشعبيه ولا سميتو ديالكم؟ كما كيعرف الجميع، حنا دابا 5 ديال المواسم حنا كننافسوا على البطوله. هي كانت البطوله كنت كلاسي في المرتبه الثانيه. نعم. البدايه ديال هذا الموسم، من البدايه ديال الموسم حنا غاديين في البطوله الحمد لله مزيان. مزيان باش نديو هذه البطوله، لان هي البطوله 20 اللي غادي تخولنا بنزيدوا واحد النجمه ثانيه. نعم. دابا عندكم نجمه وحده ياك؟ دابا عندنا 2 نجمات. دابا عندكم 2 نجمات، وشنو كطمعوا يعني 3 نجمات ان شاء الله؟ وان شاء الله النجمه الثالثه هي ديال عصبه الابطال ان شاء الله. ان شاء الله كنتمناو لكم النجمه الثالثه بحول الله، ونتمناو للطاقم وللرئيس الوداد الصحه والعافيه. ومن ناحيه يعني الاجواء، يعني من ناحيه يعني واش يعني ما كاينش يعني شي مشاكل في المكتب، ولا شي حاجه ما بين المكتب واللعابه؟ كيفاش كتشوف هذا الجو يعني ديال التلاحم؟ واش كاين شي تلاحم يعني، وكاين شي مشاكل بحال هكا ولا لا؟ الحمد لله 5 ديال المواسم. نعم. المكتب زعما مكتب اللي كبير، المكتب اللي في المستوى صراحه ما عمره ما بخل علينا بحتى شي حاجه. نعم. اي حاجه كنتوصلوا بها في الوقت ديالها، وديما كنبقاو بجنبنا. نعم. وخير دليل راه هو 5 ديال المواسم ب5 ديال الالقاب، ماشي شي حاجه اللي سهله. فعلا 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 ماشي حاجه سهله فعلا فعلا. اخواني اخواتي، على الصوره ديالكم فريق الوداد واللاعب عبد اللطيف ناصر. اذا ندوزو لاستاذ المقابله ديال الرجاء ديال الترجي. فقبل ما غادي ندوزو لهاد المقابله بغينا نعرفوا الاجواء في الاول، يعني ملي كنتوا غاديين فاش مشيتوا بعدا، في الطياره ولا في مشينا في الطياره. اذا مشيتوا في الطياره، كيفاش كان الاجواء في الطياره وانتم غاديين؟ يعني واش كان شي يعني فرحه، كان شي خلعه، كان شي توجيهات، كيفاش كانت الامور؟ الحمد لله الاجواء كلها كانت زوينه. مشينا في طياره خاصه، المكتب وفرنا جميع الظروف، دينا معنا طباخين كيونا اللي كانوا تما طعموا بينا، كنشكروهم. كلشي مشى مزيان الحمد لله. وملي وصلتوا حطيتوا رجليكم في تونس، كيفاش كان الاستقبال من طرف المسؤولين تما؟ كاينين لقينا جماهير. واش لقيتوا الجمهور ديال الوداد، لقيتوا الجمهور ديال تونس؟ لقينا جماهير فريق الوداد اللي استقبلتنا تما صراحه، اللي كنذكروهم. مشينا للفندق. نعم. كانت الاجواء مزيانه، الاقامه ديالنا كانت مزيانه، كلشي كان مزيان الحمد لله. الحمد لله. يعني ما كاينش شي مشكل في الاوتيل ولا في شي حاجه؟ ما هجموا عليكم لا جمهور ولا؟ لا الامور كانت مزيانه في الاقامه ديالنا، كلشي كان مزيان. حتى في وقت التدريب، مثلا كنتوا دربتوا واحد اليومين تما كاينيه ولاش؟ لا دربنا، الاجواء دازت مزيانه في التدريب، كان الجو مزيان، ما كاين حتى شي مشكل زعما؟ لا ما كاين شي مشكل الحمد لله. اذا كيفاش اشنو طرا واشنو وقع في المقابله؟ الو. اذا مشى الصوت. حنا مازالين مع عبد اللطيف ناصر. الو، كتسمعنا سي عبد اللطيف؟ كنسمعك. كيفاش يعني شنو طرا ملي بديتوا المقابله؟ واخا حتى تفرجنا، ولكن البيت كان مشروع. اشنو طرا في هذيك اللحظه يعني يا سي عبد اللطيف؟
فاش في الاصابه وفي التوقيف ديال المقابله والحمد لله الامور كانت غاده مزيانه، تسجل ذاك الهدف. نعم. سجلنا الهدف اللي ما تحسبش وصافي، وقعوا شي مشاكل اللي خلاو المقابله توقفت. نعم. اذا وكيفاش يعني كانت، واش فعلا نتوما خرجتوا ولا اشنو طرا بالضبط في هذيك اللحظه؟ واش نيت فعلا الفريق خرج الراسو ولا غير الحكم علم هكا ولا جا من نعم تفضل. حنا بقينا كنتسناو باش نكملوا المقابله ديالنا. نعم. بقينا واقفين كنتسناو حتى تصفر الحكم على النهايه ديال المقابله وصافي مشينا للفيستير. يعني ما التدخل ديال سعادة الرئيس اللي كنا شناه، يعني كيفاش كان التدخل ديالو مع الناس المسؤولين تما كاينين؟ التدخل ديال الرئيس ديالنا كان تدخل احترافي، دخل معنا المسؤولين باحترافيه، طالبنا بالحق ديالنا. نعم. الحمد لله الحق ديالنا هو اللي تمكنا منه ان شاء الله، وربي شاف الحكم ديال الكاف اللي حكم باش تعاود المقابله. ويعني واش من طرف يعني الاصابه اللي ترفضات، واش فعلا من طرف الحكم ولا من طرف لان الفار ما بانش، هذاك موضوع اخر، ولكن الحكم كيقولوا على انه هو اللي رفض الاصابه بدليل على انها اورجو. يعني واش صحيحه ولا يعني كيفاش ترى؟ واش مشيتوا ما هضرتوا مع الحكم شرح لكم شنو يعني مثلا؟ هذاك الشيء بعيد علينا، حنا ما هضرناش مع الحكم حنا سجلنا الهدف، طلبنا بالهدف ديالنا، قال لك الهدف راه تسلل. نعم. داك الشيء اللي كان، ما نطلبوش من الحكم باش يحسب لنا الهدف. نعم. صافي حيد لكم البيت هاكوك. نعم. بعد جميع الاخوان كيبلغوا لك السلام الاخ وكيسلموا عليك. سلم عليهم. بارك الله فيك جميعا كلكم. اذا غادي ناخذوا واحد دقيقه ونرجعوا مع اللاعب عبد اللطيف ناصر ان شاء الله. الو. اهلا وسهلا بك مره اخرى دائما في قناه ام تي في محارتي، تبارك الله عليك. اذا السي عبد اللطيف، دابا طلبات باش غادا تعاود المقابله، في نظركم نتوما واش كاين شي يعني خايف، كاين شي خوف، كاين شي في نظركم كيفاش غادي يعني تشوفوا المقابله وكيفاش غتواجهوا المقابله؟ يعني شنو نظرك؟ الحمد لله حنا المقابله حنا موجودين لها، الحمد لله موجودين لها، حنا ساعين ما عندنا لا ضغط لا والو. حنا اصلا ملي غادي تعاود المقابله هذا انتصار لينا، الحمد لله غندخلوا المقابله باش غنحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونجيبوا الكاس ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنى لكم الكاس. يعني واش يعني مؤهلين؟ لان راك تعرف كاينه واحد العوامل النفسانيه دابا لان ماشي سهله، ولا سيما الترجي لان غادات يعني حتى هي غادات كيفاش غنقولوا غادات تبغي تعض بسنانها وما عرفتش شنو غدير. ماشي سهله ياك المقابله، ما غتكونش سهله دابا. هذه راه مقابله ديال العصبات ديال النهائي ديال عصبات الابطال، هذه ماشي مقابله اللي سهله. حنا غادي ندخلوا، حنا غادي نلعبوا باش ننتصروا باش نفوزوا. نعم. وغادي تبقى في الاخر مقابله في كره القدم. نعم فعلا القضيه ماشي سهله. وكتظن بان يعني غادي تلعبوا في مصر ياك؟ غتكون مقابله في مصر ولا فين؟ ما عرفتش، مازال ما حدوش الموقع مازال. كواك. اذا مازال ما تحددش فين غادي تكون المقابله والتاريخ ديالها؟ مازال. واذا انتم موجودين ان شاء الله ومستعدين لهذا اللقاء ياك؟ كلشي موجود، كلشي مستعد. ما سمعناكش استاذ مزيان، حاول تزيد شويه ولا تزيد الميكرو حداك عندك. كلشي موجود، كلشي مستعد الحمد لله. الاخوان يعني ما كاينش شي حاله نفسانيه بهذا المشكل اللي طرا ولا شي حاجه؟ كلشي مستعد؟ لا الامور كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. اللي كنتمناو لكم هو الفوز، وهذا يعني راكم لاعبين ماشي لاعبين الوداد وانما لكن راكم لاعبين المغرب وعلى القميص المغرب،
والحمد لله ديما الوداد الفوق الفوق. اذا تبارك الله عليك. اذا غادي ندوزو لواحد الفيديو ديال الرئيس سي الناصري اللي ربما يعطينا تا هو نسمعوا اشنو قال استاذ. واخا سي عبد اللطيف باش الاخوان تا هما ولا جابوا لنا يتفضلوا يسمعوا اشنو كان وقع الافريقي من بعد. ولهذا احنا بعثنا برساله للاتحاد الافريقي دار واحد الجلسه مع الصحافه انه ماشي خطا غادي نقولوا بشار معرض للخطا، هذا خطا مقصود لانه رجع لواحد التقنيه جديده اللي سميتها الفار. هذا الفار تخسر عليه الملايير والتكوين ديالو، ومشاو داروا ربما دروس تكوينيه ومشاو، ولكن اذا كانوا ما مشاوش تكون طمه كبرى، ولا كانوا مشاو انهم ما تلقاوش الدرس ولا. وفي جميع الاحوال كاين سوء النيه، هذا هدف دخل. علاش غتحيدوا ليا؟ كل ما دخلش مازال حنا ما كنطالبوش بضربه جزاء، لان تعطاش ما تعطاش ما كاينش مشكل. ولكن انا تنقول من وجهه نظري انا هدف دخل الشبكه لغيتي. علاش تلغيه؟ حيت غادي يجيو ويلقاو بانه هدف مشروع. علاش سيدي هذا منين هذا الحكم ولا تيتحكم في اللعبه؟ حنا علاش سيدي غنمشيو لهذه المسابقه؟ حنا ونمشيو مجندين ومتسلحين باللاعبين وندعموهم ونحفزوهم ونأديو لهم الواجبات ديالهم، ونبداو نقولوا لا خصنا نديروا ريكروتمون ديال اللاعب من هنا ونجيبوا مدرب لا كذا، وخصنا نديروا الكريو ولي كونسونطراسيون. وفي الاخر يجي واحد شخص واحد يضرب يريب كل شيء، يريب الفار اللي تخسرت عليه الملايير، يريب الفريق اللي مؤهل انه يكون هو اللي غادي يفوز. حنا غادي نوصل لواحد المساله انه في الاخير تتعطى البطوله اللي من لا يستحقها. كيقول لك اسيدي انا ضربتك ولكن انا غادي نمشي نشكي بك، باش لا جيتي شكيتي يقول لك راه هو شكا بك، راه لا فعلا انت دابا هذا الشيء اللي تيستعملوا معنا. وهذا حنا ما غنمشيوش لهذا الخبط اللي كيقولوا الجميع. كاين الاجماع عن جميع الصحفيين والمحللين وجميع المتتبعين للشأن الكروي تيقولوا انهم تيتعاملوا بخبط. حنا تندوي على الروح الرياضيه، حنا تندوي على الرقي ديال كره القدم الافريقيه. الى هما ما منخرطينش فيه، خص المؤسسه حنا هو الاتحاد الدولي هو اللي خصو يقول الكلمه ديالو، ماشي حنا غير مؤهلين باش نقولوا. حنا كنطلبوا وحنا كنتمناو ان الطلب ديالنا يحظى بالرضا والقبول، لانه طلب منطقي مبني على اساس. ولا هاد الناس عندهم طلبات غير عشوائيه، هذا حنا لا يعنينا هذا في شيء. ما غنجاوبش لخصك هذا السؤال. حنا تنطلبوا منهم وغادي نراسلوا وزاره الخارجيه باش تاخذ تدابير مع السفير ديالنا المقيم بتونس. حنا كل شيء هادشي كل شيء واخدينه بعين الاعتبار، وغادي نرسلوه وغادي نتراسلوا معاهم. وحنا اللي ما درناش غادي نديروها في هاد 24 ساعه المقبله ان شاء الله. وحنا السلامه ديال الجماهير ديالنا هي الاولى، واهم شيء في هذه العمليه هي السلامه ديال الجماهير. الا ما كانش السلامه ديال الجماهير حنا ما عندنا ما نديروا بهذه المباراه. اش غادي نديروا؟ اذا الو احنا مازالين معاك. كاين واحد السؤال كيطرح، ربما الا عندك فكره. واحد الاخ كيقول لك علاش الوداد ما تمشيش للطاس؟ انا ما عنديش فكره على هذا الحوار، على هذا السؤال هذا. قال الاداره ما نعرفش انا واش مسائل قانونيه فعلا. الجواب كان في محله. كيقول الاخوان يا خواتي، كيقول اللاعب عبد اللطيف لان هذا السؤال كيتطرح على الاداره ديال الوداد، واللي خصو يتطرح فعلا على الاداره ديال الوداد، لان لحد الان ما عندناش علاش الخبر علاش الوداد ما مشاتش للطاس. ولكن مادام ان الجامعه سميتو الجامعه ديال الكاف يعني اعترفت، هذا كيدل على انه الحمد لله. الا انه كنشكروا السي الناصري والقجع والناس المسؤولين اللي حضروا الاجتماع في فرنسا، لان خرجت النتيجه من فرنسا
كنعتقد انا هذا هو السبب علاش ما مشاش الوداد، ما مشاش للطاس، لان توقفات حد الاجتماع اللي دار في فرنسا. اذا السي عبد اللطيف، الو مازال معايا؟ الو مازال معك. تبارك الله عليك. شنو يعني شنو ظهر لك دابا في هذا اللقاء ان شاء الله؟ اللقاء ديال الترجي. نعم. يكون كيما قلت لك، اللقاء يكون لقاء في المستوى، غادي نحاولوا نساو اي حاجه اللي وقعت، وغنلعبوا مقابله ديالنا ان شاء الله، نجيبوا الكوب ديالنا، وتبقى مقابله في كره القدم اللي كان مزيان غينتصر. ما سمعناكش استاذ، ما سمعتكش مزيان، عاود شنو قلتي؟ الله يخليك. غادي تبقى مقابله في كره القدم، وحنا مستعدين باش نجيبوا اللقب ديالنا ان شاء الله. يكون مزيان ان شاء الله غينتصر. ايوا كنتمناو لكم التوفيق بحول الله، كنتمناو اللي يعني الفريق الوداد يجيب لنا هذا الكوب هذا. كنتمناو يا اخي، بغينا نشربوا عليه شي كاس ديال اتاي مع شويه ديال الكركاع. ان شاء الله ان شاء الله ياك بخير وعلى خير ان شاء الله. كنتمناو يا ربي امين. واذا ما عندكش شي فكره ولا سميتو وقتاش غادا تكون المقابله وفين غادا تكون؟ مازال ما حددوش. ما حددوش مازال ما قالوا لكم والو، رغم ان يعني تبانت على انه يعني الاجواء تحبس وعاودوا النظر ويعني وغتعاود المقابله، ولكن ما حدوش التاريخ ديالها ياك. ايوا نتمناو ان قرار كيقول احد الاخوان هنايا، قرار اعاد المبادره هو قرار ملغوم. اذا غنشوفوا اشنو غادي يطرا في الاسبوع المقبل الى كتاب. اذا السي عبد اللطيف، اش يمكن لك تقول لنا في الكلمه الاخيره ديالك ان شاء الله؟ كنشكرك على هذه الاستضافه، وكنشكر الجاليه اللي في الولايات المتحده الامريكيه. بارك الله. وكنشكر جميع الوداديين اللي ساندوا طيله الموسم، وكنتمنى التوفيق للشعب المغربي كافه ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. وكشنو رايك في المقابله والتكريميه اللي طرات في مدينه محمديه لسي احمد فراس؟ والحمد لله التكريميه كانت في المستوى، اما فارس وحتى الهرم اللي كبير صراحه، اللي كان احسن حاجه اللي هي التكريميه دي. كنشكر السي هشام حيت منا ولا ديال بالنسبه لي اللي داروا هاد الجبل ديالو وتعاونوا عليها باش يتم تكريم محمد فراس. بارك الله فيك. والجمهور الودادي ولي ام تي في محارتي، قناه ام تي في محارتي وللجمهور الوداد، اش كتقول لهم الكلمه الاخيره؟ كنشكرك انت على هذه الاستضافه، وكنشكر القناه ديالك، كنطلب المزيد من التالق ان شاء الله. بارك الله فيك. كنشكر الجماهير الوداديه اللي ساندتنا طيله المواسم اللي عندنا فريق الوداد، كنطلب منهم باش يزيدوا يساندوا الفريق، وان شاء الله غنتوجوا بالقادم. كنشكروك السي عبد اللطيف على هذا التوقيت اللي عطيتينا، وبارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك، ونتمنوا لك الصحه والعافيه ان شاء الله بحول الله. شكرا خويا بارك الله فيك. احنا على الاتصال. بارك الله فيك، شكرا، احنا على الاتصال ان شاء الله. اذا هذا كان لقاء مع الاخ والصديق عبد اللطيف نصير، اللي هو فريق لاعب فريق الوداد البيضاوي، واللي كنتمناو الوداد ان شاء الله التوفيق وللشعب المغربي ان شاء الله باش يفرح بهذا الكأس بحول الله.